السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم مطبخ سمسم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا مهنيين وصحتكم بخير بإذن الله. وصفتنا نهار اليوم اللي خيرتها لكم وحبيت نتشاركها معكم، اللي هي طاجين الجلبانة بالدجاج والقرنون. طبق يجي بزاف خفيف وايضا بزاف بنين، مع التدبيره كيفاش تتحصلي على القرنون. طبعا من بعد ما تقشريه كيفاش تحصلي عليه ابيض، يبقى يعني لونه ابيض لمده طويله. اذا بسم الله نروح نشوفوا مباشره طريقه التحضير. وما ننساش ندعو للاشتراك اللي راهم يشوفوا في القناه تاعي لاول مره. نقول لكم مرحبا بكم، دعموني بالاشتراك. اذا عجبكم فيديو اليوم خلوا لي جيم وكومنتير. اذا بسم الله نبداو على بركه الله. اذا بسم الله، هنا في طاجين راح نحط 3 ملاعق كبار من الزيت مع ملعقه كبيره من المارغرين. بالنسبه لكميه هنا الدهون راح ترجع اذا تحبي انت الطبق نتاعك يجي ميدم ولا ناشف. راح نضيف عليهم هنايا الدجاج، نخليه يتقلى على الجهتين ولا يتحمر على الجهتين. بعدها راح نضيف عليه حبه بصل مبشوره ناعم كما راكم تشوفوا، وضفت عليها ايضا القليل من البصل الاخضر. كنت قلت لكم في الفيديوهات السابقه كي راه الموسم نتاع البصل الاخضر انا دائما ندخله، يعني لا بغى نحط منه كميه قليله ندخله في طيابي. دروك راح نزيد عليهم 2 من فصوص الثوم ايضا بشرتها ناعم، وراح نغلق الطاجين ونخليهم يتقلاو. غير يتقلى البصل والثوم مع الدجاج جيدا، نبدا نتبل بالملح، وضفت على راس المغرف فقط من الفلفل الاسود، وراح نضيف ربع ملعقه صغيره من السكنجبير مع ربع ملعقه صغيره من الكركم. بعدها راح نعاود نغلق الطاجين ونخلي التوابل يتقلاو مع الدجاج والبصل. غير يتقلاو راح نضيف عليهم هنا كمية من الجلبانة مجمدة، وإذا كان الموسم نتاع الجلبانة من الأفضل نضيفها يعني طازجة. نعاود نخلي الجلبانة تتقلى مع البصل والدجاج. بعدها راح نمرق بالماء سخون، ولكن هنايا حاولوا ما تكثروش الماء، يعني الماء ما لازمش يغطي الدجاج. نروحوا هنايا نحضروا الحشوة اللي نحتاجو فيها. صدر الدجاج تقدروا تضيفوا صدر ولا نصف صدر. راح نضيف عليها ايضا 2 ملاعق كبار من البصل، وراح نضيف هنا المعدنوس وملعقه كبيره من الشابليق حتى ملعقتين، وراح نضيف ايضا الثوم، درت 2 سنات ثوم، وضفت عليهم التوابل اللي هي الملح والفلفل الاسود فقط. نمروا هنا نشوفوا التدبيره اللي حبيت نتشاركها معكم كيفاش تحافظي على القرنون ابيض. اذا هنا راح تجيبي اناء تحطي فيه كميه من الماء وتضيفي له قطرات من عصير الليمون. انا ديجا هذا الماء راني حاطت له الليمون مقبل، غير باش نزيد نوري لكم. تقشري القرنون بعدها تحكيه بالليمون. كي تبداي تقشري فيه لازم ما تخليهش يكحل، غير تشوفيه بدا يكحل تحكيه ثم تحكيه بالقارص. بعدها راح تجيبي كميه من الفارينه وتحاولي تحكي كامل حبه القرنون، تحكيها كامل على الجوانب ولا تمسحيها بذيك الفارينه جيدا، وتعاودي تحكيها بالليمون كما راكي تشوفي. انا هنايا الحبه نتاع القرنون خرجتها من الماء غير باش نوريكم الطريقه. انا كنت دايره هذه الطريقه مقبل كي قشرته ثم غير باش نوري لكم. الفارينه الدوره تاعها هنايا راح تثبت عصير الليمون، راح تثبتوا لاطول مده ممكنه. بعدها تغمروهم كامل في الماء اللي يكون فيه القارص، وتجيبوا هنايا طبسي صحن ولا اي حاجه عندكم في الكوزينه، تحطوها على الحبات نتاع القرنون باش هكا تضمنوا ينغطسوا كامل، ينغطسوا ولا ينغمروا كامل في ذاك الماء، يعني ما يطلعوش شويه فوق سطح الماء وهذيك الطبقه الفوقانيه تكحل. فهمتوني؟
راح نحشي حبات القرنون بكفتة صدر الدجاج باش نحطهم يطيبوا مع الجلبانة والدجاج. بعدها راح نجيب بياض البيض ونمسح كامل حبة القرنون، نفوت كامل هكا على الحشوة. كنت قلت لكم في الفيديو اللي حطيته نتاع الدولمة، هنا البياض البيض راح يعمل كغراء، وهكذا الحشوة ما تخرج من القرنون. راح نحط هنا حبات القرنون يطيبوا مع الجلبانة والدجاج، ونعاود نغلق عليهم ونخليهم يطيبوا على نار متوسطة. والحشوة اللي بقات راح نشكلها كرات ونضيفها في الاخير. غير نشوف الجلبانة طابت مع القرنون راح نحطهم يطيبوا ليه. كما نعرفوا صدر الدجاج ما يطولش، يعني في ساعة يطيبوا. الطاجين ديالنا طاب كما راكم تشوفوا، راح تشوفوه معايا في طبق التقديم. راح نزينوه بالمعدنوس والقارص. طبق يجي بزاف خفيف، صراحة خفيف بزاف ويجي بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه بطريقتي ويعجبكم حتى نتوما. وبهكذا نكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ببقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو ان شاء الله في وصفة اخرى. مع السلامة، في امان الله، السلام عليكم.